أهلا بكم يا شباب، أتمنى إنكم تكونوا كلكم بخير. بعد الأبديت الجديد للإم سي بي بتاع هيجسفيلد فيرجن 3 دلوقتي بقى في تريكاية حلوة قوي 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 هنجربها مع بعضينا دلوقتي. إنك أنت لما بتيجي تعمل ادز أو هو لما يبدأ يعمل لك ادز، لما نيجي نستخدم كلود كود تقدر إنك أنت الادز ديت تقدر تعملها بأكتر من لغة. يعني تقدر تحولها من اللغة الأصلية بتاعته. طبعا ده اللي أنا برشحه، إنها دايما الفيديو يتعمل بالإنجليزي، بعد كده نحط الفيتشر بتاع إن إحنا نحوّله لأي لغة تانية إحنا عايزينها. النهارده هنجرّب version 3، هنشوف الحاجات اللي يقدر يعملها، هنشوف نقدر نpush معاه فين، نقدر نحدد إيه الmodels الكويسة وإيه الmodel اللي مش كويسة. عشان ما اطوّلش عليك، يالّا بينا نبدأ. طيب، نيجي للجزء بتاعنا الأساسي اللي إحنا دايمًا بنتكلّم فيه. لو أنت عايز تعرف إزاي تثبّت الMCP بتاع هيجسفيلد جوّه كلود، أول حاجة لو إحنا ما بنستخدمش كلود كود، النهارده هنستخدم كلود العادي الapplication، مش محتاجين إن إحنا نستخدم كلود كود. كل اللي عليك إنّك أنت بتدوس على على الaccount بتاعك من هنا، بعد كده بتختار جوّه من الsetting، ومن الsetting بتدخل جوّه connectors، ومن connector هتلاقي كل الحاجات اللي أنت مسجّلها كMCP. طب لو أنا ما عنديش الجزء ده أعمل إيه؟ هادوس على كلمة add اللي موجودة من فوق وadd custom connector. لمّا هتيجي عند الاسم هنا، هتكتب الاسم هيجس فيلد، وهتكتب اللينك اللي هيبقى سايبه لك أنا في الdescription. ولكن لو أنت عايز تعرف تجيب اللينك ده منين، جوّه الصفحة بتاعة هيجس فيلد هتدخل على كلمة MCP، ومن MCP هتقوم جاي دايس هتلاقي هنا الكلمة موجودة، اللينك اللي أنت عايز تعمله. طبعًا جوّه كل حاجة أنت بتستخدمها، لو أنت بتستخدم Hermes، لو أنت بتستخدم Cloud Code، لو أنت بتستخدم أي واحد، كل واحد هتدوس فيه هيقول لك محتاج الsteps بتاعتها تعمل إيه. بالنسبة لنا بنستخدم Cloud Code عادي هنا. كل اللي عليك هتسمي الاسم Cloud Code، تاخد اللينك ده كوبي، تيجي هنا وتحطه هنا، وفي الاسم اكتب هيجسفيلد، يبقى خدها كوبي من هنا، عشان بس تبقى أنت عارف. ومش هيأثّر أوي، بس عشان يبقى أنت إيه، عارف إن الconnector دوّة اسمه هيجسفيلد، هو ده أهم حاجة في الموضوع. بعد كده بتدوس على كلمة add، أول لمّا بتدوس add بيبقى جنبه كلمة connect اللي موجودة من هنا، بتدوس على كلمة connect، بعد كده بياخدك على البراوزر تعمل sign in على الaccount بتاع هيجسفيلد العادي، وتيجي هنا هتلاقي علامة صح. بالنسبة لهنا أنت لمّا بتيجي تدخل تقدر تختار مين الحاجات الأوبشنات اللي أنت عايزه يتحكم فيها أو لأ. أنا بافضّل إنّك أنت يا إمّا تخلّيه need approval وهيطلب منّك إن أنا هاعمل كذا كل مرّة، أو allow always allow، وأنا دايمًا باخلّيه يعملها كده، بما إنه إيه كل شوية عشان باسيبه يشتغل براحته. خلاص كده كل حاجة شغّالة ما عدا شوية حاجات بسيطة هو مش مشغّلها، أنا شايفها إنّها بتبقى إيه كويسة، بالذات إنّها تبقى حاجة related بإنّها ما تسحبش منّك كريدت كتير. خلّصنا الخطوة الأولانية، نيجي للجزء بتاعنا بعد ما عملنا connect. أنا مدّي له هنا prompt بسيط، قُلت له أنا عايز أعمل إعلان للproduct بتاعي وعايز أستخدم Google Video Model Omni Flash. اللي أنا شايفه أفضل حاجة لمّا أنت بتيجي تعمل حاجة بسيطة أو حاجة زي test للي أنت بتعمله، Omni Flash يعتبر كويس جدًا، جدًا، جدًا. الموديل قوي أوي، 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 والطريقة اللي هو بيعمل بيه الفيديوهات بcredit قليلة جدًا، بسرعة جدًا، الvisual بتاعه أنا سعيد. طبعًا لو عايز أعمل حاجة بقى قوية بcredit كتير وبجودة عالية هاستخدم Seedance، إحنا فاهمين النقطة دي. ساعتها أنت تقدر تقول له هنا في الchat في الmodel أنا عايز أستخدم الmodel بتاع Seedance، ولكن حاليًا إحنا هنستخدم Omni Flash. هاخلّيه يستخدم ChatGPT 2 برضه علشان يبدأ يgenerate صور، ولكن الأول إحنا عايزين صورة للمنتج بتاعنا، وأنا قُلت هاستخدم الصورة دي. دي مجموعة من الصور أنا مصورها للفلاش بتاعي وعاملها PNG، وده كان حاجات أنا كنت عاملها في كونفي ليه. فأنا هاخد الصور بس اللي أنا مصورها ديّة هادّيها له، وأقوم جاي هنا قايل له طيب أنا هنا قُلت له استخدم الصور اللي أنا اديتها لك دي كreference واعمل لي generate لstory board وأنت بتستخدم nano banana 2. بالجزء ده وبالprompt ده أنا باستغل أقل كمية credit موجودة. لإن أنا لو علّيت هنا قُلت له مثلًا استخدم ChatGPT 2K، استخدم مش عارف Seedance كده، يبقى أنا باعمل فيديو بcredit كتير. خلاص. لكن أنا كده أنا قلّلت خالص حجم الcredit. المفروض الفيديو ده كلّه يتعمل على بعضه بالدقيقة. أنا قايل له الفيديو يبقى دقيقة، فيديو عن الإعلان، خُد الإعلان بعد ما تخلّصه حوّله من إنجليزي اعمله لي عربي وياباني، وتعالَ نشوف هيعمل إيه. طبعًا أنا هنا باستخدم Sonnet ما باستخدمش Fable. ممكن هنا في Sonnet أعلّي شوية أخلّيه high. تعالَ ندوس generate، وهو شغال generate الversion الجديد من MCP حَل 3 مشاكل كانوا موجودين في الversions اللي كانت موجودة قبل كده. version لمّا كانت موجودة قبل كده كانت فيهم مشكلة في الupload. لمّا تيجي تعمل upload من الMCP كان بيقعد يقول لك أنا محتاج approval معيّن، محتاج إن أنا أستخدم skill معيّنة، وكان بيعمل لي مشاكل، وباضطر في الآخر إن أنا أعمل الupload جوّه Higgsfield، فكان الموضوع مش كويس. جُم في version 3 هم عملوا system كامل ليهم يقدر إن هو ياخد الصور دي يعمل لها upload بسهولة، ويعمل لها
تاني داونلود لو أنت عايز تستخدمها، زي ما أنا كده وريتك في الفيديو اللي قبل ده على طول بتاع الواتساب، لمّا إحنا طلّعنا الصورة في ساعتها upload واتعمل لها download عندك على الواتساب، ما خدش وقت خالص. فversion 3 يعتبر سهِّل ونعّم الprocess إنّك أنت تقدر تconnect كل حاجة في الحتّة بتاعة cloud code ديّة، خلّاها أسهل، خلّى الskills بقت أوضح. طبعًا مع إضافة مجموعة من الskills الكبيرة جدًا، 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 منها الجزء اللي هو بتاع الsubtitle والجزء بتاع إنّك أنت تعمل voice over أكتر من لغة لنفس الفيديو. فتعالَ بعد ما يخلّص خالص أورّيك النتايج كانت طالعة عاملة إزاي. لو أنت شُفت دي الجزء الجديد اللي هم عاملينه، إنّك أنت تقدر تupload فيه الimage. أنا مش هأupload حاجة، يعني هو كده هو بياخد الصور وقام جاي حاططها هنا direct. أنا ما لمستش أي حاجة. بس ده المربع الجديد اللي هم عملوه. كان قبل كده الموضوع كان مزعج جدًا وبيستخدم كود في الbackground ويحاول يدوّر على الصور وكانت حوار كبير أوي. إنما هنا هو بيدّيك المربع بتاع الupload ده، هو بيقوم جاي واخد الصور حاططها فيه. طيب هو هنا جِبنا في المرحلة ديّة قال لك الصور خلاص اتعمل لها upload ودي الstory board اللي إحنا هنستخدمها. أنا مش هاقراها وعايزين نتفاجئ هو هيطلّع النتيجة إزاي. دي الحاجة اللي هو يعملها من ضمنها الجزء بتاع الsubtitle اللي أنا عايزه علشان يبقى عربي وياباني للفيديوهات بتاعتي. بعد ما هو قال لي الكلام ده كله هاقول له go ahead. طيب هو كده خلّص كل حاجة. لو طلعنا فوق شوية هنلاقي إن الفيديو بتاعنا الدقيقة كله خلص. تعالَ نعمل له download. خلّينا دلوقتي عشان ما نحرقش أحداث، تعالَ نعمل له download وتعالَ ننزل تحت أورّيك حوار الSRT. أنا هانزّل اللي هو بالعربي. تعالَ أورّيك بقى إيه، إزاي نفتح الحاجات ديّة. أنا دلوقتي بقى عندي لو أنت زي ما أنت شايف بقى عندي الفيديو هنا. فكل اللي أنا هاعمله هاخد الSRT ده وأحطه في الفيديو. هتلاقي إن هو داخل معاه الترجمة موجودة. تعالَ نشوفه بقى مع بعضينا. Your keys already carry everything you need, almost. One click. Flood to throw. However much light the moment needs. Aircraft grade. Knurled for grip. Small enough to disappear in your pocket. Camping. Fixing. Finding your way back to the car. وهكذا، وهكذا عشان هو بس إيه Workos HD03. Never in the dark. يبقى ده كده الفيديو بتاعنا بالكامل. طيب إيه اللي نقدر نعمل له enhance عشان نوصل لجودة أعلى من كده؟ إيه الحاجات اللي حصلت معانا؟ أولًا إحنا هنا بنستخدم موديل عشان الموضوع يبقى موضوع شغال سريع معانا. استخدمنا موديل ضعيفة شوية. نانو بانانا 2 مش أقوى حاجة. يعني أنت لو عايز استخدم نانو بانانا برو، استخدم ChatGPT 2. بياخدوا وقت أطول، بياخدوا credit أكتر، ولكن طبعًا النتيجة هتطلع مختلفة تمامًا. كمثال لو إحنا طلعنا بصينا على الreference اللي عمل منها الفيديو بحاجة زي ديّة، رغم إن هو معاه الصور كانت موجود شكلها إيه، هو طلّع لنا منتج شكله مختلف شوية. ليه الصورة مختلفة؟ لإن نانو بانانا مش أقوى نانو بانانا ال2 مش أقوى حاجة في إنه يقدر يفهم الحاجات دي كلّها. إنما لو أنا اديته كل ال4 صور دول واستخدمت ChatGPT 2 مثلًا، هتلاقي النتيجة طالعة مختلفة تمامًا. نفس النظام طبعًا لو الفيديو جاي له صورة reference الفيديو مضبوط، هتلاقي النتيجة طالعة كويسة. 3 حاجات إحنا كنا محتاجين نقولها له قبل ما يبدأ ينفذ. أولًا ما يبقاش في music في الفيديو علشان يبقى في consistent في المشاهد. ثانيًا كنا هنقول له إن الصوت اللي يبقى موجود يبقى هو صوت موحّد على كل الكاركترات بتاعتنا. لإن ممكن يبقى الصوت حسيته إنه اختلف شوية في الحتة بتاعة التخييم. فلو أنت ضبطت النقط ديّة في الchat هيقدر إن هو يgenerate ليك حاجة أقوى من كده. ده كده كل حاجة كنا عايزين نعرفها بخصوص version 3 بالنسبة للحاجات اللي اتعمل لها update. بالنسبة إنك أنت لو عايز تضبط الحاجة دي كلها، الفيديو اللي جاي إن شاء الله هنتكلم عن الstyle اللي لسه طالع جديد اللي هو بتاع VIX. هنتكلم عليه بكل تفاصيل. هنتكلم إزاي نعمل الفيديوهات بالستايل دي، إزاي نبدأ نعمل shorts ونعمل حاجات تبقى viral على النت بشكل كويس بفيديوهات ليك أنت مش حاجة AI. فلو أنت عايز تشوف الفيديو دوّة ولو عايز تدعم طبعًا القناة، ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب وتفعّل الجرس. أحب أشكر كل الناس اللي بتدعمني على Patreon وأتمنى إنكم تكونوا كلكم بخير ودمتم سالمين.